إن المدنيات الكبرى هي مدنيات دينية على العموم، وحينما يفقد الدين ماهيته في تأمين الشرعية على يد الفلسفة أو العلم أو الدين الجديد، تكون نهاية هذه المدنيات قد حانت غالبا. كل هذه الحقائق تشير إلى مدى الأهمية الحياتية للتصنيفات الكبرى للمعاني: الدين، الفلسفة، الفن، القانون، العلم والأخلاق بالنسبة إلى مجتمع المدنية، المجتمع الطبقي والمدني والدولتي. وبينما تكون السوسيولوجيا البنيوية مكلفة بمهمة تسليط الضوء على هذه التصنيفات في مجتمع المدنية، فإن السوسيولوجيا الحرية تقوم بشرح كيفية دمج هذه التصنيفات مع الحياة الاجتماعية الحرة والديمقراطية على أساس انتقادها. سنسهب في تقييم هذا الموضوع في الفصل المعني. واو، يعتبر تاريخ التفسير الاقتصادي من أكثر المواضيع قابلية للتحريف والتشويش والتعقيد في مجتمع المدنية. ومن حكم المدنية الرأسمالية أن تجعل من الاقتصاد موضوع بحث نظري وعملي، فهي تبحث في ماديات الواقع الاجتماعي. أما المدنية الرأسمالية التي تضفي السمات التاريخية على ذاتها باعتبار نفسها مدنية مادية، التفسير المحق والسليم لفرناند بروديل، فبمقدورنا تسمية نظامها بالنظام الاقتصادي. فمثلما أنه ما من حرج أو مانع في تسمية كافة نظم المدنية التي تسبقها بالنظم الميتافيزيقية، فسيكون نعت الرأسمالية بالنظام المادي مفيدا. فبينما يولي المجتمع النيولوتي بما فيه تجمعات النوع الإنساني الأول وكافة المجتمعات المدنية التي تسبق الرأسمالية قيمة قصوى للقدسية والمعنى والعظمة وللميتافيزيقيا ككل، ولا تقبل بتقييم الحياة بمنوال آخر، فإن التطور الجدير حقا بلفت الأنظار إليه هو تقديم المدنية الرأسمالية نفسها وكأنها نظام الآلهة غير المقنعة والملوك العراة. فالتوغل في أعماق المعاني يستلزم شروحا متقدمة واسعة النطاق. إذن فالمدنية الرأسمالية مجتمع يتميز بقدرة قصوى في التحريف والتضليل والصهر والإذابة. حسب قناعاتي الشخصية، فإن اعتبار الرأسمالية بأنها شكل المجتمع الذي يصل فيه النهب واللصوصية أبعادهما القصوى ضمن الفعاليات التي تنظمها تحت اسم الاقتصاد يشكل جوهرها. وكلمة اقتصاد هي يونانية الأصل وتعني قانون العائلة، أي أنها تعني قواعد تأمين العائلة لرزقها ومعيشتها المادية وضوابطها مع الجوار وأدوات ذلك ووثائقه الأخرى. وإذا قمنا بتعميم هذا المصطلح فسيخدو تعبيرا عن قواعد المعيشة للمجموعات الصغيرة ضمن مجتمع المدنية، وهو الواقع الاجتماعي الأقل تداولا وخصخصة، ويشكل النسيج الأساس لجماعية المجتمع، إذ محال التفكير بخصخصته أو تدويله، والذي يعني تماما تدمير النسيج الاجتماعي الأساسي وحرمان المجتمع من أهم ضوابطه الحيوية والمهمة في الحياة. لهذا السبب لم يجرؤ أو يفكر أي مجتمع بجعل الخصخصة والتدويل في الميدان الاقتصادي خاصية أولية بالقدر الذي قامت به الرأسمالية. لا ريب أنه وكيفما جرى تدويل جميع الميادين الاجتماعية في مجتمع المدنية، فقد حول الاقتصاد أيضا إلى موضوع للملكية الخاصة ولملكية الدولة في آن معا، لأنه يعد نسيجه الرئيسي. لكن ما من مجتمع أعلن صراحة ورسمية عن الملكية الخاصة وملكية الدولة كنظام قائم بالدرجة التي فعلتها الرأسمالية. النقطة البالغة الأهمية هنا هي اعتبار خصخصة وتدويل الاقتصاد نهبا ولصوصية مبكرين. وقد أشار كارل ماركس إلى هذا الموضوع بتعبير أكثر علمية حين قال إن القيمة الزائدة الكامنة في قيمة الكدح تسرق على شكل ربح. يستلزم الأمر تفسيرا أعمق، فباعتبار أن الاقتصاد موضوع للملكية الخاصة وملكية الدولة، فحسب رأيي بالإمكان اعتباره نهبا ولصوصية، وذلك خارج إطار فائض القيمة وخارج إطار فائض الإنتاج الأقدم. وباعتبار أن الاقتصاد يشكل النسيج الأساسي للمجتمع، فإن جميع أشكال التملك ضمنه بما فيها الملكية الخاصة وملكية الدولة غير أخلاقية وتندرج في لائحة النهب واللصوصية. فكيفما أن خصخصة أو تدويل قلب الإنسان أو أي عضو آخر أمر بلا معنى أو ممنوع وخطير، فالأمر عينه يسري على الاقتصاد أيضا. آمل أن أتناول هذا الموضوع بعمق أكبر في مجلد المدنية الرأسمالية من مرافعته. نلاحظ أن التسليع تطور كظاهرة مهمة للغاية في مجتمع المدنية.
أي ثمة أواصر قوية بين التسليع ومجتمع المدنية ذي الملكية الخاصة الطبقي والدولتي، حيث تأتي البضائع والتسليع في صدارة الفئات البارزة في المجتمع والتحضر. والحال هذه فمن المهم جدا تعريف السلعة، وبأبسط الأشكال يمكننا القول أن اكتساب أي مادة صفة قيمة المقايضة، قيمة تبادل البضائع، القيمة التجارية، خارج نطاق كونها مادة استهلاكية تلبي احتياجات الإنسان، تغطية فائدة ما أو تلبية حاجة ما، فهذا يعني أنها قد تبضعت. بقي المجتمع غريبا عن قيمة المقايضة مدة طويلة من الزمن، بل واعتبر مجرد التفكير في ذلك عيبا مشينا، ويقوم بتقديم ما يعتبره مادة ثمينة كهدية للمجموعات أو الأفراد العزيزين عليه. أما بروز المقايضة بدلا عن العطايا والهدايا فهو بدعة أو حيلة من حيل المدنية بكل معنى الكلمة. فالمقايضة في المجتمعات التي تسبق المدنية أو الباقية خارج دائرتها أمر مشين، بل ويجب تجنبه قدر المستطاع، إلا في حال الضرورة القصوى، حيث يدرك المجتمع بتجاربه العميقة أن أي إخراج لأي مادة استخدامية خارج إطار المؤسسة الاقتصادية التي هي نسيجها الأولي، أو جعلها موضوع مقايضة، قد يجلب لها كافة ضروب الويلات والكوارث. لذلك فهو حساس جدا تجاه مسألة المقايضة. بتصيير السلعة قيمة مقايضة، غدت التجارة والتجار فئة مهمة جدا للتحضر والمدنية. باقتضاب أقول أني لا أفسر السلعة على غرار ما فسره كارل ماركس، أي أنني أرى ادعاءه بإمكانية قياس قيمة المقايضة للسلعة عبر كدح العامل بداية لسياق اصطلاحي أسفر عن مخاطر مهمة. وإذا ما وضعنا نصب العين انهيار المجتمع الذي تكاد لم تبقى فيه قيمة إلا وتسلعت، نكون قد أوضحنا مرام قولنا على نحو أفضل. فقبول تسليع المجتمع ذهنيا يعني تماما التخلي عن كينونة الإنسان كإنسان، وهذا ما يعني تجاوز حدود البربرية. وإذا عملنا على التشبيه فيمكننا القول إنه يعني أن لوحة عرض الحيوان المقطع إربا في المذابح لأجل البيع تنقل كما هي إلى المجتمع الإنساني، إذ تأتي الرذالة الاجتماعية من الربا، ويأتي الربا من التجارة، وتأتي التجارة من السلعة. كما ثمة أواصر كثيبة بين التجارة والدمار البيئي، فخروج الاقتصاد عن كونه نسيجا اجتماعيا هو بداية الانقطاع الجذري عن الطبيعة. ذلك أن ما يجري هنا هو إخضاع اتحاد واندماج القيم المادية والقيم الحيوية إلى انفصال جذري، وهذا ما يعني إلى حد ما زرع بذور الميتافيزيقيا السيئة، حيث مهد الطريق لظهور الثنائية التي غالبا ما عكرت صفو الذهن طيلة تاريخ الفكر، وذلك بتجريد المادة من الروح والروح من المادة. هكذا فإن أشكال التمييز والجدال الزائفة على غرار المادياتية والمعنوياتية قد قضت على الحياة الأيكولوجية الحرة على مر التاريخ الحضاري. أما الروحانيات المجهولة الملامح والمنادية بمفهوم المادة الميتة والكون الميت فكأنها تغزو ذهن الإنسان وتستولي عليه فتستعمره. أود الإعراب عن شكوكي بخصوص نقطة أخرى، إذ أني مرتاب من مدى إمكانية قياس القيم الاجتماعية بما فيها السلع، فاعتبار المادة المصنوعة التي هي ليست نتاج كدح حي فحسب، بل وثمرة إعداد لا حصر لها من الكدح بأنها محصلة قيمة كدح شخص ما، هو بحد ذاته سلوك خاطئ يفتح الطريق أمام نهب القيم. السبب واضح تماما، إذ كيف سيقاس ثمن العدد اللامتناهي من الجهود والكدح؟ الأنكى من ذلك هو كيف سيقاس كدح العائلة والأم المنجبة لهذا الكادح والمنشئة إياه. لا يمكن تقدير هذا الكدح بأي مقياس. كيف سيقاس حق المجتمع الذي تحقق فيه ذاك الشيء المسمى بالقيمة؟ وهكذا يمكننا الإكثار من الأسئلة. إذن فالمصطلحات من قبيل قيمة المقايضة، فائض القيمة، الكدح، القيمة، الربا، الربح والسمسرة هي نظرية للنهب واللصوصية رسميا وعن طريق قوة الدولة. لذا فمن الأفضل والأولى إيجاد معايير أخرى للمقايضة أو تطوير أشكال جديدة من نموذج العطايا. أود التطرق لهذه الخاصيات لاحقا في فصل الحداثة والحياة الحرة. لقد كانت التجارة المهنة الأكثر ازدراء حتى في الثقافة الإغريقية، لأن الإغريق كانوا منتبهين للروابط القائمة بين التجارة واللصوصية. في المجتمع الروماني أيضا لم يكن التاجر يتميز بمكانة مشرفة، أما التبضع فكان يسري على مواد محدودة جدا، إذ كانوا يتوخون الحرص الفائق في الإبقاء على مستوى التسليع ضمن حدود ضيقة داخل المجتمع. إني أتكلم عن أخلاق المجتمع النيوليتي
وحتى لو وجد الوسط المناسب في بعض الأصقاع قبل سيادة الرأسمالية كنظام، فلم يكن التسليع يعطى فرصة للتطور والرواج حتى في مجتمعات المدنية، حيث تبقيه على الهامش باستمرار. أما عثوره على الأرضية الملائمة لانتعاشه ورواج نفوذه خلال القرن السادس عشر في هولندا وإنجلترا الحاليتين فيعزى لأسباب وظروف خاصة استثنائية. ربما كانت هناك حاجة للنظام الرأسمالي كي تصبح هولندا وإنجلترا على ما هما عليه بكل معنى الكلمة. هذا ما حصل، حيث تعرض العالم بأسره لانتشار هذا النظام فيه خلال 4 قرون فقط. سنفسر هذه المرحلة من المدنية كنوع من الحداثة في فصل منفصل. الغرض من هذا التعريف التمهيدي الموجز بخطوطه العريضة بشأن المدنية هو تثبيت معلوماتنا التاريخية والسوسيولوجية على أسس سليمة، فشرح المواضيع المستعصية التي لم ينفذ منها أكثر الفلاسفة والمؤرخين حثقا وتمرسا على طول أعمارهم أمر يستلزم موهبة وكفاءة استثنائيتين. نحن لا ندعي ذلك، ولكن تمتعنا بالقدرة على التفسير وتميزنا بعلم المعاني على الصعيدين التاريخي والسوسيولوجي كضرورة من ضرورات تقديرنا للحياة الحرة يعتبر شرطا أوليا لأجل كل من تكفل بأداء واجبات اجتماعية جادة. إن معرفة كيفية انصهار عشرات ثورات التحرر الوطني وتيارات الديمقراطية الاجتماعية وكذلك الاشتراكية المشيدة التي شهدت مآس ثقيلة والتي عمرت قرنا ونصف القرن، ومعرفة كيفية ذوبانها في بوتقة الحسابات الجليدية لرأس المال المالي العالمي، يفرض علينا تحقيق التكامل بين قدرتنا على التفسير القدير بشأن المدنية عموما والمدنية الرأسمالية خصيصا، وبين سوسيولوجيا الحرية المعنية بالحياة الحرة، كي لا ننخدع أو نخدع الغير فيما يتعلق بقضايا الحرية العظمى. 3. قضايا انتشار مجتمع المدنية. تنحاز نتائج المداولة العلمية المعنية بدراسة مهد نواة المدنية المهيمنة على عالمنا الحالي ومكان وزمان نضوجها وازدهارها إلى الإجماع فيما يخص الحوضين العلوي والسفلي لما بين نهري دجلة والفرات، والفصلان الأخيران اللذان تناولنهما يتشاركان هذا التقييم على الأرجح. فشروحنا كانت تشير إلى أن موطن نشوء نواة المدنية هو حواف سلسلة الجبال المحيطة بالحوض العلوي لما بين النهرين، حيث عبدت أرضية مجتمع المدنية مع تكوين النواة وتطعيم أول شتلة منها على يد الكهنة السومريين. علينا أن لا ننسى أن هذا التطور القيم الذي عبرنا عنه بجملة واحدة قد تطلب على أرض الواقع خوض تجارب آلاف السنين حتى أينع وأثمر وتوطد. ولدى الحديث عن الحوادث والظواهر يشعر كهنة السوسيولوجيا الوضعية، ليست السوسيولوجيا الانتقادية التي عرفناها، بل سوسيولوجيا أميل دوركايم وأوغوست كوموت وكارل ماركس، بأنهم منزهون أو محصنون كليا من الأبعاد الزمنية والمكانية، حيث أن الحوادث والظواهر التي يتحدثون عنها لا مكان لها ولا تاريخ، ويزعمون بذلك أنهم يطبقون العلم التجريبي والظواهري، ويعتقدون أنهم يتناولون الأمور بعلمية كلما حللوها بنحو مبتور من الزمن والمكان، ويتشبثون بهذا الأسلوب بالأصل. يتستر في فحوى هذا التعاطي إظهار الحداثة نفسها على أنها أبدية سرمدية من حيث الزمان والمكان. جميع العلوم والفلسفات الأوروبية المركزي تسلك هذا السلوك وتتميز بهذه الميول، فكيف ما يكون الإله منزها عن الزمان والمكان؟ فهؤلاء الكهنة المعاصرون أيضا، ولأنهم تصوروا وصاغوا أيديولوجية المدنية الأوروبية، مرتاحو البال وواثقون من أنفسهم بشأن لا محدودية ولا زمانية العلم الذي زاولوه، فهم يعتقدون أنهم سيلوذون ببساط العلم بقدر ما يهربون من خناق الزمان والمكان. هذا هو الخطأ الذي طالما وقع فيه منظرو كل مرحلة، لكننا نعلم علم اليقين أنه ما من ظاهرة أو واقعة أو حادث أو مؤسسة أو عملية أو شخصية أو مجتمع لا يشتمل في ذاته على التأثيرات الزمانية والمكانية.